طبعا كلنا شفنا منتخب تونس قدام استراليا. صراحة ان جيت للحق، منتخب استراليا متواضع ودفاعيا مش كويس ولا هجوميا، وكان بيلعب على الهجمة المرتدة قدام تونس. تونس عندها مشكلة كبيرة جدا، ان خط الهجوم ملوش دعوة بالنص الملعب، يعني رامي نفسه على الدفاع بتاع استراليا، واستراليا حضن المهاجمين واي كرة بتوصل لهم بتبقى بتاعتهم، لان المهاجمين بتوع تونس مسلمين نفسهم لاستراليا. يعني تتحرر فرجاني ساسي بيسقط تحت، لما بيسقط تحت بيقلل من فرص الهجوم وصناعة اللعب. يعني وساسي ليه اخطاء كتير وبيلعب على الواقف ومش بيمشي كتير في الملعب، يعني انا بشوفه مش بيجري بحرقة، مفيش حمية عند فرجاني ساسي. يعني انا شايف برضو علي معلول اتظلم في المنتخب تونس، يعني انا معرفش هو متاخد ليه، ده احسن باك شمال في افريقيا، يعني انا مش عارف ازاي ده ما يلعبش. تاني حاجة كمان، ان الهدف اللي جه في المنتخب التونسي المفروض انت تستغل بقى الضعف الهجومي لاستراليا. استراليا كلها راجعه ورا، يعني احنا كان عندنا امل، بنشجع السعوديه من قلبنا كمصريين وبنشجع التوانسه والقطريين، رغم ان قطر ما عملتش الاداء المطلوب منها. يمكن في المباراه الثانيه قدام الماتش اللي اتلعب بعد الاكوادور قدام السنغال كان احسن نسبيا من الاكوادور، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، مش دايما المستضيف للبطوله هو دايما اللي بيعدي الادوار الاولى او الثانيه، لكن هم ادوا اللي عليهم، ويعني كانوا عندهم رهبة وخوف رغم ان هم في ارضهم وسط جمهورهم. فانا شايف ان منتخب السعودية عنده حظوظ كبيرة جدا انه يعدي الدور الاول لو كسب بولندا النهاردة، وعنده حظوظ كمان انه يعمل حاجة كبيرة في منتخب في مع المنتخبات في كاس العالم. فانا شايف ان صراحة تونس كده هتودع، فرصتها صعبة جدا قدام فرنسا. وانا شايف صراحة ان منتخب البرازيل هو اللي هيكمل رغم عدم وجود نيمار والاصابة اللي جات له، وبرضه السنغال هيكمل. طبعا يعني احنا بنشجع المنتخبات العربية، لكن طبعا السنغال لو كملت احنا في ظهرها، منتخب افريقي. فرغم عدم وجود ساديو ماني، ان تحس ان السنغال واقفة على رجليها وشايلة نفسها. يعني انا صراحة بشجع السعودية النهاردة من كل قلبي، من كل قلبي. انا لأول مرة أحس إن قلبي بيرفرف على منتخب عربي، كأن مصر هي اللي بتلعب. يعني الواحد كان بيمشي مع كل كورة وبيفرح مع كل كورة، مش مصدق أبدا إن كان السعودية ممكن تكسب الأرجنتين، لكن الفوارق اللي ما بيننا وما بين الأرجنتين بتضيع لما أنت تلعب برجولة وتلعب بإتقان ومتضيعش فرصة وتكون مركز واقف على رجليك بدنيا. هي دي رجالة السعودية اللي مشرفة العرب صراحة في المونديال، وإن شاء الله يشرفونا النهاردة قدام بولندا.